فيديو جديد اليوم غادي ندويو على المعيشه في روسيا. شحال غادي يقدك في الشهر، واش ممكن تخدم، شنو الخدمه اللي تقدر تخدمهم. كاع الاسئله غادي نجاوبوا عليهم في الفيديو. فاول حاجه غادي نقول لكم هو انكم ما تثيقوش اي واحد تيقول لكم باللي 800 درهم ممكن انكم تعيشوا بها في الشهر، لان هذه مستحيل. شحال هذه كان شويه بوسيبل في الايامات اللي جيت، مي دابا مستحيل في خطره، لان المعيشه شويه غلات كما في العالم كامل. نورمالمون كتبقى المعيشه في روسيا شويه رخص من المغرب، زعما من ناحيه الاكل المأكل والمشرب كما تنقولوا. مي 800 درهم ما غاديش تكفاك في خطره. فبما انني انا واحد الشخص اللي كيتكلف بالطلبه، فالوالدين كيبقاو يصيفطوا لي فلوس ديال اللي كيصيفطوا لولادهم كيصيفطوهم لي انا، عاد باش كنعطيو للولاد. علاش؟ لان ما كاينش واحد ديريكت ترونسفير من المغرب لروسيا، فكيكون واحد الوسيط. وكاين الطلبه اللي كيعرفوا يديروا هذه القضيه راسهم ديال انهم كيجيبوا فلوسهم من المغرب لروسيا، كاين اللي ما كيعرفش وحنا كنتكلفوا ليه. هذه اول حاجه. فانا غندوي لكم على الخبره ديالي وعلى ليستوريك ديال الناس اللي كيصيفطوا لولادهم هنا في روسيا. فكنلاحظ بان المويان هي 1800 درهم، يعني كاين اللي كيصيفط لولادو 1500 درهم، كاين اللي كيصيفط لهم 2000 درهم، عاد كاين اللي كيصيفط 3000 4000. هذوك الناس ميسر عليهم القضيه. كاين اللي كيصيفط اكثر. المهم انا كنعاود لكم زعما الانسان الا بغى يعيش في روسيا نورمالمون انا كتجيني 2000 درهم كافيه بزاف. هادشي الا ما كانش غادي يكري، يعني غيسكن في السكن الجامعي. السكن الجامعي نورمالمون كيكون رخيص. فبالنسبه للناس اللي كيتقيدوا معنا باش يقراو سنه التحضيري كيكون عندهم اصلا داخل السكن الجامعي حتى لشهر 8، يعني من نهار جاو حتى لشهر 8، لان شهر 8 كيكون سال السنه التحضيريه في خطره وكيدوز للتخصص اللي اختار ليه موراه. فهمتوني؟ فكما شرحت لكم بان 2000 درهم كتكون كافيه، مأكل مشرب انترنت ترونسبور. سورتو في المدينه ديالنا ما غاتحتاجش واحد الترونسبور غالي، ما كيكونش ترونسبور اصلا غالي في روسيا، سورتو في المدينه ديالنا، لان السكن الجامعي تيكون قريب لليونيفرسيتي فقليل فين كتحتاج الترونسبور. فبالنسبه للسؤال الثاني هو واش ممكن انك تقرا وتخدم، هذه القضيه بزاف الناس كيسولوا عليها، هو ان ممكن تقرا وتخدم في نفس الوقت، ولكن فاش تخدم بزاف الناس كيبقاو يقولوا لهم حكا تقدر تجي تخدم في طاكسي، تقدر تخدم في ليفريزون من النهار الاول. هذه القضيه ما يمكنش. فهمتوني؟ كنعرف شي ناس اللي جاو خدموا من النهار الاول خدموا طاكسي، مي كان صعيب بزاف. من الحاجه الثانيه هو ان دابا ما بقاش ممكن اصلا انك تخدم طاكسي. علاش؟ لان روسيا دارت قانون جديد فرضت على كاع الاجانب انهم يكون عندهم بيرمي روسي باش انهم يخدموا في الطاكسي. والبيرمي الروسي باش تاخذو شويه صعيب. فهمتوني؟ الناس اللي عندهم الاقامه هما اللي جاهم ساهل، لانهم غير بدلوا البيرمي المغربي للبيرمي الروسي. اما بالنسبه لنا حنا كطلبه مثلا ما يمكنش لينا نبدلوه، خاص تكون عندك الاقامه عاد باش كيمكن لك تبدل البيرمي من بيرمي مغربي لروسي. فهمتيني؟ فخاصك تحيد القضيه ديال انك ممكن تخدم في طاكسي. الحاجه الثانيه اللي ممكن تخدم فيها هي الليفغيزون كتكون شويه صعيبه في الايامات الاولى، لانك تحتاج اللغه ضروري لانك تتواصل مع الناس. فهمتيني؟ كتكون شويه صعيبه في الاول. مي انا جربتها كتجربه شخصيه، كنت كنخدم في الليفغيزون كانوا كيعيطوا لي الناس شي مرات، ولكن كنت شويه تعلمت اللغه الروسيه، يعني ماشي جيت خدمت من النهار الاول. فشنو تقدر دير الا جيت خدمتي من النهار الاول؟ تقدر تخدم الناس اللي ملي كيكون الحال باقي ما بردش بزاف ديال الطلبه كيخدموا في البني، كيخدموا في، وكاين الناس اللي كيخدموا في الريستوراسيون، يعني كيمشيو لشي ريستو كيخدموا في الاول كيغسل الماعن ومن بعد كيتعلم شي حاجه اخرى كيولي يخدم معاهم. فهمتوني؟ كاين بزاف د الحاجات ما يدار، ولكن في الثلج اللي كتقلل شويه الخدمه فكيخصك ديك الساعات ما كيجي فين وصل الثلج كتكون تعلمتي شويه د اللغه اللي تقدر انها تخليك تخدم في الليفغيزون. فهمتوني؟ وكما قلت لكم دابا نساو شي حاجه سميتها طاكسي. بزاف الناس عاوتاني كيسولوني تيقول لي انا راه عندي واحد الدبلوم ديال الميكانيك، دبلوم ديال الالومنيوم ولا شي حاجه، تيقول لك انا باغي نخدم. هاد القضيه صعيبه بزاف في الاول لان ما كتكونش عندك اللغه. فداك الشيء كنقول لكم اهم حاجه هي اللغه الروسيه. في روسيا تعلمتي اللغه غتحل لك ابواب كثيره، كما تنقول تعلمتي اللغه ممكن انك تقرا وتخدم في خدمات اخرين. فهمتيني؟ اللي كيكونوا شويه احسن، لان اللغه كما كيقولوا هي مفتاح كل شيء. ففي الاول غادي تضرب تماره، غتخدم خدمات اللي ما كيحتاجوش الهضره، ومن بعد ملي كتعلم اللغه راه ممكن تخدم. كنعرف طلبه بزاف كيخدموا في برجر كينغ كاي اف سي نورمال. فهمتيني؟ ولكن هذوك شنو تعلموا شويه ديال اللغه عاد باش خدموا تما. وباش زوين هاد الخدمات هو انك تختار الوقت اللي بغيتي. انت كتقاد الوقت ديالك، ماشي بحال الخدمات الاخرين مثلا كتخدم في ريستو ولا شي حاجه كتكون عندك 12 ساعه مثلا د الخدمه اللي كتكون شويه صعيبه، ما كتكونش عندك الحريه ديال انك تختار شحال ديال السوايع بغيتي تخدم. فهمتيني؟ فهاد الشيء عشان كتحكم عليه اللغه كما قلت لكم. فنورمالمون كما شرحت لكم بزاف ديال الطلبه عاوتاني كيسولوا واش ممكن انني نقرا ونجمع فلوس ونخلص العام اللي موراه. هذه كيديروها بزاف ديال الطلبه ولكن صعيبه، لان كتقدر كاع تسمح في قرايتك كتولي غير تخدم باش تخلص العام اللي موراه، ما كتصدق لا تعلمتي اللغه لا حتى حاجه. فهمتيني؟ مي كاين اللي كيديرها تبارك الله. انا ودرتها، انا كنت قريت اللغه تعلمت الروسيه مزيان وفي نفس العام جمعت فلوس باش خلصت العام اللي موراه. فهمتوني؟ فكاين بزاف. واحد الدري صاحبي كان كيقرا معايا دار نفس الحاجه، بزاف ديال الطلبه داروها. ولكن هادو الطلبه اللي كيديروا هادشي ما كيكونوش غيقراو الميديسين، لان الميديسين كتكون غاليه مثلا. فهمتوني؟ فالميديسين نورمالمون كتبدا ديك 2 مليون ونص بحال هكا، هذه شويه صعيبه تجمعها، لان ما يمكنش تصرف على راسك وتجمع 2 مليون ونص عام واحد، واخا هو كيكون قل من عام. فهمتوني؟
انا عطيتكم دابا سيتوياسيون حقيقيه باش نتوما تعرفوا شنو كاين. فبالنسبه لهذا السؤال نتمنى نكون انا وضحت الفكره، فنتمنى تكون ان الفكره وصلت. وبالنسبه للناس اللي باغيين انهم يجيو يقراو هنا في روسيا، عندهم باك وباسبور وباغيين يجيو يقراو هنا في روسيا، حيت كنقول لكم اهم الشروط هي باك وباسبور. وممكن انك تدفع معنا، حنا عندنا بيرو في الرباط دابا، يعني تقدروا تجيو للرباط تلاقاو معايا انا، ما حد مازال هنايا، نقدر نشرح لكم كل شيء. غنخلي لكم النمره ديال الواتساب هنايا وفي الديسكريبسيون لتحت، تواصلوا معنا غنشرحوا لكم كل شيء. ومرحبا بكم عندنا في البيرو، حنا كنتكلفوا لكم بكل شيء من اجل زد.